والمفاجأة اللي أنا كنت عاملها له وهي المصحف كتاب ربنا سبحانه وتعالى كلنا بنخدم القرآن الكريم. بعد التدريب هيقرأ ويستمتع بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ودي أعتقد من أجمل هدية لأي بشر هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولادنا عندهم روح معنوية عالية جدا، مصممين بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى انهم يفوزوا وينتصروا. بتمنى لهم التوفيق، بتمنى بكره تبقى مباراه تليق بالاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. وزي ما قلت لكم ممكن احط المايكات بس الصوت في المايك. وانت برنامج جديد؟ لا مش مشكله زي ما تحب. جزء مباراه تليق بفريقين كبار الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. بس انا ليه ملحوظه دلوقتي كده على الهوا ان بعد الحكم ما بيعلن اسمه اي حد بيعمل احتجاج ضد الحكم ده عايز يخوف الحكم. بس تاني لما يعلن اسم الحكم ونادي الزمالك يعترض عليه قبل الماتش بحوالي 24 ساعه، ده معناه ان نادي الزمالك عايز يخوف الحكم ويخلي الحكم تحت ضغط سيطره الزمالك. دي لعبه قديمه جدا، انك تخلي الحكم على طول يجي على الفريق الثاني علشان يوري لك ان هو عادل ومش ضدك. انا اعتقد انه تعليمات الكابتن عصام عبد الفتاح للحكم ايا كان اسمه انه يكون عادل، اخطاء البشريه وارده، لا يتاثر بالاحتجاجات اللي بدات من دلوقتي، لانه زي ما قلت ده نوع من الضغط على الحكم نفسي علشان لما يكون في لعبه لصالح نادي الزمالك مثلا يعني يبقى الحكم متاثر بقى وانه غير محايد وانا احتجيت عليه فيحسبها ضد الزمالك. الكلام ده كلام لا يليق بانديه كبيره. خلاص احنا كنا واثقين في الحكام المصريين وما اخترناش وما نقيناش. مش معناه ان انا قلت ان انا عايز حكم مصري قلت هات لي فلان. طب يعني طب حضرتك واثق بقى ولا مش واثق ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش مين الحكم. ايا كان حتى لو جابوا قادر عبد العظيم يحيي العظام وهي بني. حتى لو خلاص انا من الاول دي قلت انا واثق في حكام مصري مش هختار بقى. حتى لو جابوا محمود البنا اللي احمد مجاهد متبنيه برضه ما عنديش مشكله. وحطه في القائمه الدوليه ما عنديش مشكله. خلاص ايا كان حكم انا ما اعرفش مين هو اصلا. تمام؟ لكن لما نبدا من دلوقتي الزمالك يحتاج او الاهلي يحتاج، اعتقد دي لعبه مكشوفه معناها الضغط نفسيا على الحكم اللي يدير المباراه عشان اوري لك بقى. انت عارف اللي بيقول لك ظلم حتى يشتهر بالعدل. مش هيحصل الكلام ده ولن يسمح به، ومجلس ادارتنا موجود واحنا بالتالي بنثق في اي حكم حتى لو كان الحكم ده كان بيلعب في النادي الاهلي واشباه النادي الاهلي. ده احنا قلنا بنثق في كله، انما مش هنختار انا بثق بس هات لي فلان، انا بثق بس ما تجيبليش فلان. اعتقد ده كلام مرفوض. في النهايه اولادنا عندهم العزيمه والاصرار وتوفيق ربنا باذن الله مهم جدا جدا جدا. يسعدوا جماهيرهم بكره اللي بالملايين، يسعدوا جماهيرهم اللي في مصر والعالم العربي بالملايين ايضا. وانا بتمنى وكل مجلس ادارتي وكل الدعم لاولادنا والجهاز الموجود. ومحدش يسالني بقى واحمد حسام هيمشي امتى؟ السؤال التقليدي هيمشي امتى؟ تقريبا انا همشي واحمد حسام قاعد. يعني تقريبا كده شكلنا كده، فاحنا بندعم بنأيد بنقول انه لما احمد حسام تاني بيقول انا فلان الفلاني ممكن يكون اعظم مدرب في العالم بس مش قادر يتعاون معاه هنمشيه. وده اللي حصل على فكره. عشان الاخ اللي قلت قبل كده ابو طفيره اللي مش عاجبه ويمشيه ليه؟ يا عم خليك في البتاع، روح اعمل بينا السهوله يا احنا دماغنا بتوجعنا لاننا بتوجعنا بجد. فانا بقول ولادنا عندهم اصرار باذن الله. يتوقع توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله دي خطوه في طريق الدوري العام، ثم في عندنا خطوه اخرى بتروجيت ثم سموحه. ربنا كرمهم ووفقهم، دي كرة القدم. لا قدر الله ما حصلش عندهم مباراتين تانيين مفيش مشكلة. احنا بندعم ولادنا وبندعم الجهاز لغاية
لغايه اخر مدى. انا بشكركم كاعلاميين، وبشكر الجهاز الفني والطبي والاداري، وبشكر كابتن، وطبعا برحب مدحت اول مره يمكن يبقى في الجهاز، واحمد زاهر في الجهاز، والدكتور ايمن في الجهاز. انا خايف اكون نسيت حد. هو محمد اويس اللي عمل مشكله، كل حد يسالني حتى في دبي محمد اويس. تمام. ربنا يوفقهم ان شاء الله ان شاء الله، وربنا يوفق مصر. ان الماتش بكره يوري العالم كله ان احنا شعب فعلا متحضر، وان مجلس اداره الزمالك والاهلي هينزلوا مع بعض، او رئيس النادي هنا ورئيس النادي مع رئيس الاتحاد مع سيد وزير الشباب يسلم على اللعيبه، اهلي وزمالك او زمالك واهلي، وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. شكرا.